اللي جات تساندنا في هذا الملف هذا. تحيه للصحافه الالكترونيه وتحيه الى جمعيات المجتمع المدني اللي جايه تساندنا في هذا الملف هذا. هاد الناس هادو كيتسناونا اننا حتى الا بغينا نتظاهروا، حتى الا قمعونا وحتى الا تعداو عنا وزادوا عنا في الاسعار، عاد نقولوا لهم راه بغينا نحتجوا. فينا هو هاد الدستور اللي كيتفجعوا فيه حق التظاهر، والتظاهر حق مشروع. تحيه لجميع الهيئات وتحيه للصحافه الالكترونيه مجددا. غادي نبقاو مع البيان الختامي. المدني والساكنه في خنيفره 6 ابريل 2015. بيان: في يونيو 2014 ترأس بن كيران اجتماعا رفيع المستوى حضره وزراء ومسؤولون كبار وضعوا فيه اللمسات الأخيرة على التعاقد بين المكتب الوطني للماء والكهرباء والحكومة في إطار برنامج يوفر حوالي 40 مليار درهم لإنقاذ المكتب من الإفلاس. ينطلق العمل بهذا التعاقد ابتداء من شهر غشت 2014. هذه الكلفة يتحمل المواطنون البسطاء القسط الأكبر منها، خاصة الفئات الكادحة التي تشكل الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المغربي. في ظل وضع متسم بالغلاء واستقرار الأجور وانتشار البطالة وزحف الديون على مختلف الطبقات الاجتماعية، انطلقت الاحتجاجات الشعبية بكافة المدن المغربية تزامنا مع توصل المواطنين بالفواتير الأولى التي تلت القرار الحكومي بالزيادة. وقد عبرت ساكنة خنيفرة آنذاك عن استيائها ورفضها لهذه الزيادة، وخرجت في مسيرة شعبية ووقفات احتجاجية أمام عمالة الإقليم، ثم تطور الموقف إلى مسيرة نحو الرباط مشيا على الأقدام بتاريخ 21 نوفمبر 2014. وعلى مستوى نقطة مريرت تدخلت أجهزة الأمن بمختلف تلاوينها باستعمال القوى المفرطة والتعنيف اللفظي والجسدي بحق المحتجين السلميين، بانتهاك صارخ لحق التظاهر السلمي المكفول دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية. على إثر هذا التدخل الهمجي تم اعتقال المتابعين 12 بتهم المساهمة في مظاهرة غير مرخص لها والتجمهر الغير مسلح، وهم كالتالي: ادريس خبا، مصطفى حكماوي، عبد الحليم جمال، الحسن المرارطي، عبد الله عصام، الحسين العبي، يوسف أحماني، جمال رزوقي، فاطمة طعنيش، ابراهيم بوش، خليفة الشريشي، بعياش اسماعيل. ان هيئات المجتمع المدني والساكنة بخنيفرة تتابع بقلق تحويل ملفها الاجتماعي الصرف عن مساره الطبيعي عبر تلفيق ملفات القضائية سوريا للإجهاز على المطالب المشروعة. من أجلهم نناضل، من أجلهم نناضل، من أجلهم نناضل، من أجلهم نناضل. إن هيئات المجتمع المدني والساكنة بخنيفرة تتابع بقلق تحويل ملفها الاجتماعي الصرف على مساره الطبيعي عبر تلفيق ملفات قضائية سوريا للإجهاز على المطالب الشعبية المشروعة، تعلن للرأي العام ما يلي: أولا، استنكارها لجوء الدولة إلى التلويح بعصا القضاء لإجبار المواطنين على التراجع عن حقهم المشروع، وهو تعبير عن فشل الحكومة في إقناع الطبقات الشعبية المتضرر الأول من هذه الزيادة. تعيوا ما تقمعونا، تعيوا ما تقمعونا، تعيوا ما تقمعونا، تعيوا ما تقمعونا، وعلى حقوقنا ما تفرقونا. ثانيا، إدانتها للمتابعات القضائية في حق المتابعين الذين انخرطوا في الاحتجاجات دفاعا عن مطالب الساكنة. ثالثا، تشبثها بالمطالب المشروعة للساكنة والمتمثلة في إلغاء زيادات لا قانونية في فواتير الماء والكهرباء. وحقنا وبغينا، وحقنا وبغينا، تا واحد ما ديال با، تا واحد ما ديال با، وحقنا
رابعا إصرارها على مواصلة النضال ضد سياسة القهر الاجتماعي والسياسي حتى تحقيق مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الهيئات الموقعة: اتحاد حملات شهادة المعطلين بخنيفرة، جمعية الأصيل لحي محو عزة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، جماعة العدل والإحسان، جمعية أمغار بخنيفرة، حركة 20 فبراير. تحية للمناضلين والمناضلات خنيفرة الزيانيات الحرات. نحيي جميع الحضور الكريم ونضرب لكم موعدا مع محطة نضالية أخرى وراء الجلسات أجلات 8/6 شهر 6.